انقلابات واغتيالات وغدر وتآمر وتوريث، تلك هي الطرق الأكثر شيوعا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في انتقال الحكم منذ أكثر من 200 عام. بدأ المسلسل في عهد ذياب بن عيسى، أول حاكم فعلي لإمارة أبو ظبي، الذي اغتيل على يد ابن عمه هزاع بن زايد عام 1793 ليخلفه في الحكم شخبوط بن ذياب، الذي استمر من عام 1793 حتى عام 1816 حتى انقلب ابنه محمد عليه. تسلم محمد بن شخبوط مقاليد الحكم بعد الانقلاب على والده، واستمر لمدة عامين، ولكن سرعان ما انقلب عليه أخوه طحنون بن شخبوط عام 1818، وظل طحنون في الحكم حتى عام 1833، لكنه اغتيل على يد أخويه خليفة وسلطان، وحكم الشقيقان فترة معا، لكن سرعان ما أطاح خليفة بشقيقه وانفرد بالحكم حتى عام 1845 ليشرب من نفس الكأس ويغتال هو الآخر على يد أفراد من العائلة. بعد عدة صراعات استتب الأمر لسعيد بن طحنون، وظل حاكما حتى عام 1855 قبل أن يعزله زياد بن خليفة بالقوة ويتولى الحكم فترة طويلة دامت حتى وفاته عام 1909، ليفتح بعد ذلك بابا من الصراع الدموي بين أبنائه. بدأ بتولي طحنون بن زايد الحكم عام 1909 حتى عام 1912 قبل أن يجبر بالقوة على نقل الحكم لأخيه حمدان، الذي استمر فيه لمدة 10 سنوات قبل أن يغتال هو الآخر على يد أخيه سلطان. تولى سلطان بن زايد الحكم خلفا لأخيه، واستمر فيه حتى عام 1926 قبل أن يتكرر نفس السيناريو ويغتال هو الآخر على يد أخيه صقر. لكن حكم صقر بن زايد لم يدم طويلا، فسرعان ما انتقم ابن أخيه شخبوط بن سلطان وقتل عمه عام 1928، واستمر هو في الحكم حتى عام 1966، وأجبر على التنازل لأخيه زايد. استمر الشيخ زايد في الحكم من عام 1966 حتى عام 2004، وورثه ابنه الشيخ خليفة بن زايد الحاكم الرسمي حتى الآن، لكن حالته الصحية تدهورت في عام 2014، وأصبح شقيقه محمد بن زايد يمثل الحاكم الفعلي للإمارات، لكن اتهامات مكتومة لا تزال تلاحقه حول تورطه في قتل شقيقيه أحمد وناصر بعد وفاتهما في حوادث غامضة عامي 2008 و2010. هذا هو ملخص انتقال الحكم في الإمارات، فهل نشهد أحد هذه السيناريوهات مجددا في أبو ظبي قريبا؟